السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف مبروك يا أهلاوية فوز الأهلي على الترجي النهارده. اتعودت النهارده على منافس بتواجهه في أفريقيا، أخد منك بطولة قبل كده، بتواجهه في نصف نهائي أفريقيا النهارده وبتفوز عليه بثلاثية نظيفة، وبتلعب مباراة من أفضل المباريات اللي لعبها النادي الأهلي في أفريقيا، وبتلعب على ملعب رادس، مباراة بدون جمهور، وبتكتسح الترجي التونسي على ملعبه بثلاثية نظيفة. وصول للنهائي مجرد وقت بس، محتاجين مباراة العودة في القاهرة، والنادي الاهلي هيكون للمره الرابعه على التوالي في نهائي افريقيا. الف مبروك فوز النادي الاهلي. رجاله النادي الاهلي قدموا عظمه النهارده وفوزوا على الترجي بثلاثيه نظيفه مع الرأفه، مع ان المباراه كانت تخلص بكتير، تخلص بنتيجه اكتر من كده النهارده، لكن الاهلي حسم المباراه. وطبعا النادي الاهلي هيلعب مباراه العوده في القاهره باعصاب مرتاحه ومطمن جدا للوصول لنهائي افريقيا المره الرابعه على التوالي. الف مبروك للنادي الاهلي. معكم حسن نور، ودي قناتي على اليوتيوب. فضلا وليس امرا اشترك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واخبط لايك للفيديو وكمل الفيديو للنهايه. قبل ما تكمل الفيديو للنهايه لازم تصلي على النبي، صلي على النبي، صلي على النبي، ونبدا الفيديو على بركه الله. مباراة النادي الاهلي والترجي التونسي في نصف نهائي افريقيا. منافس اتعودت على مواجهه المنافس، وقبل كده اخد منك بطوله وبتلعب على ملعب رادس. انا اول مباراه في نصف النهائي اكون متفائل ومتوقع نتيجتها هي مباراه النادي الاهلي والترجي، وكنت متوقع فوز النادي الاهلي، خاصه ان المباراه بدون جمهور. طبعا كلنا متفقين جمهور النادي الاهلي او جمهور الترجي كان زعلان ان المباراه قايمه بدون جمهور، والمباراه بدون جمهور ليه؟ طبعا كان في حاله من الشغب في مباراه الترجي وشبيبه القبائل الجزائري، وواحد من انصار الترجي طالع بمنشار شجر في المدرجات، وكان في شغب جمهوري، عشان كده اتحرم الترجي التونسي من الجمهور في مباراة النادي الأهلي في نصف نهائي أفريقيا. النادي الأهلي النهارده لاعب واحدة من أفضل مبارياته في أفريقيا وبفوزه على الترجي. تألق بعض لاعبين النادي الأهلي، وكولر كان محتاج إن هو يفهم أفريقيا أكتر. كل ما بيسهر كولر مع النادي الأهلي في مباريات دوري أبطال أفريقيا مع الترجي، كان مع كان مع الهلال، كان مع صن داونز قبل كده، والخسارة 5-2 دي جت نعمة على شكل نقمة، يعني هي خسارة تقيلة للنادي الاهلي 5-2، بس كولر طبعا اتعلم منها كتير. بتلعب كل مباراه بشكل مختلف عن المباراه اللي قبلها، وشفنا الشكل كان مع الرجاء والتعادل السلبي مع الرجاء في المغرب، وفوزه في القاهره الاهلي 2-0 على الرجاء، والصعود لنصف النهائي لمواجهه الترجي التونسي. وشكل النادي الاهلي كان افضل بكتير النهارده عن مباريات الرجاء كمان في المغرب، والنادي الاهلي النهارده قدر يحسم المباراه بدري، خاصه ما تقولش المباراه بدون جمهور غيابات الترجي. لا، النهارده يعني بنشوف النادي الاهلي بيلعب المباراه باعصاب مرتاحه جدا. الترجي في اسوأ حالاته والنادي الاهلي في افضل حالاته، وطبعا الاسبقيه للنادي الاهلي بهدف الاول لبيرسي تاو في الشوط الاول. وبيرسي تاو واحد من افضل لاعبين النادي الاهلي، وهو نجم ورجل المباراه النهارده بتسجيل هدفين في مرمى الترجي التونسي. كهربا بيضيف الهدف الثالث. حتى انت بتلاحظ كده ان الاهلي النهارده فايز 3-0 ومش مرضي يا عم، عايز المزيد من الاهداف. حتى لما كهربا جاب الهدف الثالث فكولر يا عم بيقول له من اللي عليك يا عم كهربا. يعني احنا بنشوف كهربا النهارده مضيع هدف في الشوط الاول ما يضيعش. يا راجل حرام عليك، ده انا كنت عايز اطلعك كده واقوم ضربك، يعني انفراد والحارس نام، خد خطوه، متقدم خطوه وسجل الهدف. يعني انا شايف فرصه كهربا اللي ضاعت في الشوط الاول دي ما تضيعش، لكن بنقول كهربا نجح ان هو يسجل الهدف الثالث للنادي الاهلي، وقدر يحفظ ماء الوجه ليه ان هو ضيع فرصه في الشوط الاول وصحح الفرصه اللي ضاعت بهدف ثالث للنادي الاهلي. والنادي الاهلي بيفوز على الترجي 3-0، والجماهير طبعا مش عاجباها ان المباراه كانت تخلص بسكور اعلى للنادي الاهلي، خاصه بعد الانفرادات والتغييرات اللي عملها النادي الاهلي، نزول احمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف واحمد القندوزي. لكن انا شايف الاهلي قبل التغييرات كان افضل بالانفرادات اللي بيروح بينجح فيها الاهلي وبيسدد ويهدد مرمى الخصم الترجي. لكن ما علينا، النادي الاهلي النهارده بيفوز بثلاثيه مع الرأفه، خلت النادي الاهلي يوصل لنهائي افريقيا باعصاب مرتاحه، يكون مطمن واقرب للنهائي للمره الرابعه على التوالي، وفي انتظار طبعا مباراه العوده في القاهره. تحصيل حاصل ان انت فايز على الترجي في رادس وعلى ارضه بثلاثيه نظيفه، دي طبعا تطمن النادي الاهلي، خاصه مباراه العوده النادي الاهلي هيلعبها بروح معنويه عاليه
باعصاب مرتاحه في حضور جمهور النادي الاهلي ودعم النادي الاهلي، فهتكون مباراه للنادي الاهلي ان شاء الله فوز النادي الاهلي والوصول للنهائي. وفي انتظار طبعا الطرف الثاني في النهائي صن داونز او الوداد. المباراه ان شاء الله هتكون النهارده الوداد وصن داونز، وان شاء الله نتمنى التوفيق للوداد المغربي والوصول للنهائي عشان تكون نهائي بين النادي الاهلي ونادي الوداد. عموما يعني انا شايف ان كولر كل مباراه بيلعبها بشكل افضل من المباراه اللي قبلها، بشكل بيغير الاشكال. يعني مثلا احنا بنشوف ال5-2 بتاعه صن داونز دي كانت نعمه على شكل نقمه، يعني اتعلم منها كولر. مش كل مباراه العبها بنفس التشكيل بنفس الخطه بنفس الاداء، فكولر كل مباراه بيظهر بشكل مختلف بتغيير مختلف بنمط مختلف بتكتيك مختلف بعد ال5-2 بعد صن داونز. يعني الراجل اتعلم، فمش محتاج ان انا اكرر اخطائي في كل مباراه والعب بنفس التشكيل وبنفس الخطط. فكل مباراه بيغير بشكل وتشكيل النادي الاهلي، وبنشوفه امام الرجاء وبنشوفه امام الترجي بيقدر يتعادل مع الرجاء على ارضه، وبيقدر يفوز على الترجي على ارضه 3-0، وبيفوز على القاهره على الرجاء 2-0. الحاجه الوحيده اللي كان النادي الاهلي محتاجها في دوري ابطال افريقيا، دي الخدمه الوحيده اللي كان محتاجها النادي الاهلي، هي خدمه الهلال السوداني وطاهر الطاهر اللي ضيع ضربه الجزاء، والخدمه طبعا بتاعه حارس مرمى صن داونز اللي سد ضربه الجزاء. مش عايز خدم تاني، شكرا على الخدمه اللي انت عملتها لي وسيب الباقي عليا. مش هيهمني بقى لما اصعد الهلال الرجاء، مش محتاج ان الترجي يعمل لي خدمه خطا من حارس مرمى الترجي. لا، هي الخدمه الوحيده اللي كان محتاجها ومش محتاج خدمات تاني هي خدمه طاهر الطاهر لاعب الهلال السوداني اللي ضيع ضربه الجزاء وحارس مرمى صن داونز صدها، والنادي الاهلي قدر يصعد وقدر يواجه الرجاء ويخرج الرجاء، وقدر يواجه الترجي في نصف النهائي في مباراة الذهاب، وقدر يفوز على الترجي زي ما شفنا النهارده 3-0. دي الخدمة الوحيدة اللي كان عايزها النادي الاهلي، وسيب بقى الباقي لجده كولر. يعني انا بقول لجده كولر شكرا على الشكل اللي بتقدمه مع النادي الاهلي، شكرا على الفوز كل مباراة بنتيجة كبيرة، خاصة ان انت مع فريق زي الترجي مع فريق زي الوداد. الاهلي بيسخر بشكل ممتاز. النادي الاهلي النهارده بيلعب كوره ممتازه جدا، دفاع النادي الاهلي ممتاز. بنشوف حتى في غياب بعض اللعيبه النادي الاهلي ما بيتاثرش دفاعيا زي غياب محمود متولي في المباراه الاخيره. والنهارده في التشكيل الاساسي بنشوف ياسر ابراهيم مع محمد عبد المنعم بيقدموا بشكل كويس جدا، واستحاله ان هو يعدي، وده اللي صعب المهمه على مهاجمين الترجي النهارده. ما وصلوش لمرمى النادي الاهلي ولا قدروا حتى يشكلوا خطوره على مرمى الشناوي كوره او اتنين، وكمان ده على ملعبهم. وكمان ندي طبعا لازم ندي مروان عطيه حقه في المباريات اللي زي دي. مروان عطيه يعني بيقدم اساسيات المطلوبه منه. بيزك يا معلم، يعني الراجل ما بيقدمش حاجه تبهرك، حاجه مش مختلفه يعني يقول واو ومش عارف ايه. لا، الراجل بيعمل اساسيات كره القدم بالاساسيات اللي عليه، بيعمل السهل الممتنع. يعني احنا في نص الملعب النادي الاهلي كان بيواجه مشاكل كتيره قوي، ما واحد زي مروان عطيه دي منع المشاكل دي، وما عادش بنشوف مشاكل في نص الملعب للنادي الاهلي. ثلاثي نص الملعب مروان عطيه او حمدي فتحي او ديانج، ده اللي صعب المهمه على لاعبين الترجي ان هم ما وصلوش بسرعه لدفاع النادي الاهلي ومرمى الشناوي. مروان عطيه لاعب ممتاز جدا واضى اضافه قويه للنادي الاهلي، وخط وسط النادي الاهلي بخير مع وجود مروان عطيه. كمان العرضات اللي كان بيقدمها علي معلول النهارده، احنا ما عندناش لعيبه بتادي الكرات العرضيه بشكل ممتاز، ضربات الراس، لكن علي معلول واحد من افضل لاعبين النادي الاهلي واللي شكل خطوره طبعا وبيشكل خطوره. النهارده علي معلول بيقدم مباراه كويسه. بيرسي تاو اللي سجل الهدف الاول واللي افتتح التسجيل للنادي الاهلي النهارده، وكان خطا من حارس مرمى الترجي، يعني اتعامل معاها بشكل كده يعني شكل عفوي جدا، يعني كان ممكن يصدها ممكن يغير حتى، لكن هو حط رجله. فطبعا الكره عايزه تسجل هدف، اتسجلت هدف، والاهلي بيسجل الهدف الاول على حساب الترجي، والاهلي يتقدم 1-0. افضليه للنادي الاهلي. اسوأ حالات الترجي دفاعيا، دفاع الترجي كان شوارع يا جماعه، والله شوارع. يعني شوف الهدف الثاني كمان لبيرسي تاو، انفراد لبيرسي تاو بيرقص ترقيصه 2، طبعا الحارس وقع وعلقها في المرمى، وبيرسي تاو نجم المباراه النهارده بيسجل ثاني اهدافه وثاني اهداف النادي الاهلي. بتيجي كهربا وفرصة كهربا في الشوط الأول، وكنا منتظرين إن كهربا يسجل ونحتفل بتسجيل كهربا وتسجيل النادي الأهلي الهدف الثاني، لكن للأسف تصرف معاها كهربا يعني بشكل كده مستهتر جدا في
الهدف كان ممكن ياخد خطوه، الحارس نام، كان ممكن ياخد خطوه ويقدر يسجلها، لكن عوضنا كهربا بالهدف الثاني للنادي الاهلي. حسين الشحات بيديله اسيست افضل من كده، وجات له حاجه يعني كده مقشره الراجل، بس حطها في المرمى يا عم كهربا، ما تتفزلكش اكتر من كده. وفعلا كهربا بيسجل الهدف الثالث. نيجي بقى لثنائيه محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم في غياب محمود متولي. يعني لما يبقى محمود متولي ومحمد عبد المنعم، بنقول النادي الاهلي هيفوز 3-0 مرتاح النهارده، عشان ما فيش حد يعدي ان دفاع النادي الاهلي اكتر من رائع. لكن لما بنشوف ياسر ابراهيم في غياب محمود متولي، برضه ياسر راجل بيأدي اداء رجولي في الملعب. يعني دفاع النادي ما الاهلي ما بيتاثرش، الشناوي ما بيظهرش كتير، ما بنسمعش اسم الشناوي كتير عشان في قدامه دفاع صلب، ثنائي صلب، 2 قلب دفاع، محمود متولي ومين وياسر ابراهيم. كمان لو نيجي نبص لديانج النهارده، ديانج ادى مباراه كويسه جدا. هو بعيد عن مستواه، لكن ديانج ادى عمل اللي عليه والزياده النهارده مع حمدي فتحي ومع مروان عطيه. النهارده نزول بعض التغييرات النهارده، محمد طاهر، احمد عبد القادر، محمد شريف، القندوزي. الاهلي كان بيلعب افضل قبل التغييرات دي في انفراد عن الملاعب النهارده، وتضييع يعني انفراد كده سهل جدا علقوا وشاطوا فيه السما. طبعا مش هنعتب عليه، الراجل غايب عن الملاعب فتره كبيره، الراجل عايز يسجل هدف، الراجل عايز يحتفل، الراجل عايز يرجع لمستواه. طبعا في المباريات اللي جايه ان شاء الله يرجع لمستواه محمد طاهر ويقدر يسجل مع النادي الاهلي. احمد عبد القادر برده جاله انفراد سهل، كان ممكن يلعبه او يتصرف او يعمل اسيست ويسجل هدف، لكن الراجل طمع فيها زياده عن اللزوم. احنا عارفين امكانيات احمد عبد القادر اكتر من كده، لو لعب جماعه هيقدر يخدم الفريق، لكن احنا دايما بنشوف احمد عبد القادر بيظهر بشكل فردي، بيلعب بشكل فردي، ما بيعملش اسكان للملعب، ما بيكشفش الملعب. لكن الحمد لله انتهت المباراه بفوز النادي الاهلي 3-0. كل الشكر والتقدير والف مبروك للنادي الاهلي. وطبعا بنشكر جد كولر اللي قدر يستوعب افريقيا ويفهم افريقيا اكتر. هو كولر كان محتاج بس مساله وقت ان هو يفهم ويدرس الفرق الافريقيه ويفهم الكره الافريقيه اكتر، وده كله بيجي مع المباريات والاندماج مع المباريات. يعني احنا شفنا الخساره من صن داونز 5-2، الاهلي وجد صعوبات في دور المجموعات، كنا بنقول الاهلي ممكن ما يصعدش لربع النهائي، لكن الحمد لله الخدمه اللي قدمها طاهر محمد طاهر، هو ضربه الجزاء وصدها حارس صن داونز، قدرنا نوصل لربع النهائي ونقابل الرجاء ونفوز على الرجاء 2-0، ونتعادل تعادل سلبي مع الرجاء في المغرب، ونفوز على الترجي في رادس في مباراه بدون جمهور 3-0. الحمد لله الاهلي طمئن، النادي الاهلي في افضل حالاته، الاهلي دفاعيا خط وسط هجوم، الاهلي بس محتاج كده راس حربة سوبر. هتشوف الاهلي شكل افضل، هتشوف الاهلي بشكل ممتاز هجوم، قوه هجوميه عاليه. لما يكون عندك لاعب سوبر بيلعب ضربات الراس، احنا ما عندناش مثلا لاعب بيلعب عرضيه، مفيش عرضيه بنستغلها بضربات الراس. يعني لما بتشوف عندك لاعب بيقدر يسجل هدف من ضربات الراس هو محمد عبد المنعم، ده دفاعي، وهم لاعبين الدفاع اللي هم بيجيدوا ضربات الراس في النادي الاهلي. كمان النادي الاهلي دفاعيا النهارده واجه صعوبات جدا في الكرات العرضيه والتعامل مع الكرات العرضيه، لكن الحمد لله الاهلي افضل، الاهلي كسب، الاهلي الاقرب للنهائي، الاهلي النهائي للمره الرابعه على التوالي. الف مبروك فوز النادي الاهلي. الترجي في اسوأ حالاته، غيابات الترجي النهارده اثرت بشكل كبير جدا، غياب الجمهور عن الترجي اثر بشكل كبير. انا اعتقد في وجود جمهور الترجي النهارده كان الشكل هيختلف، النتيجه كانت هتختلف، كانت اكتر حاجه ممكن النتيجه تطلع بالتعادل السلبي او التعادل الايجابي، لكن الحمد لله الاهلي فاز، الحمد لله الاهلي فاز. نتمنى التوفيق للترجي في المباريات اللي جايه، وهارد لك للترجي وجمهور الترجي، والف مبروك للنادي الاهلي وتقديم افضل مباراه في دوري ابطال افريقيا وفي نصف نهائي افريقيا. ومعاكم حسن نور، دي قناه على اليوتيوب، ووصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واستنونا في فيديو تاني ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.